في الفيديوز إن شاء الله هنشرح مجموعة من الأوامر المهمة اللي بنحتاجها في كل الشغل أيًا كان الشغل، سواء شوب درونج أو حصر أو حتى الديزاين. دي أوامر في البرنامج، أي تاسك إحنا داخلين نعمله على البرنامج إحنا بنحتاج فيه الأوامر دي، وهتفرق معانا كتير إن شاء الله. أول أمر، لو أنا عندي سيخ ومسحته وابتديت إن أنا أعدل على باقي الأسياخ وحبيت إن أنا أرجع الحاجة اللي اتمسحت، لو أنا دوست كنترول زد هيلغي لي كل التعديلات اللي اتعملت. طيب لو أنا عايز أرجع اللي اتمسح من غير أدوس كنترول زد، في أمر اسمه أوبس. الأمر ده بيرجع لي آخر حاجة اتمسحت من غير ما يأثر على أي تعديل أنا عملته بالشكل ده. السيخ رجع والتعديلات ما اتحركتش أو ما اتغيرتش عن اللي أنا كنت عامله. تمام، ده أول أمر. تاني أمر، لو ده بلوك وأنا عايز آخد أي حاجة من جواه، تكون حدود البلاطة، تاج عمود، من غير ما أفجره، عن طريق إن كوبي أو إن سي وأقول له أوكي. ده مثلا ده بلوك وده بلوك. لو أنا عايز آخد مثلا التاج ده من غير ما أثر على باقي البلوك، بختار الحاجة اللي أنا عايزها وأقول له أوكي وأسحب الحاجة دي بره. البلوك عندي ما فيش فيه أي مشكلة، وده أو التكست ده اتحرك معايا وخدته من جوه البلوك، ما فيش فيه أي مشكلة. تمام. تالت أمر، لو أنا مثلا بحصر أعمدة وحابب إن أنا أعرف العمود ده متكرر كام مرة، مش همشي على البلان وأدور على العمود ده متكرر كام مرة وابتدي إن أنا أعيده. لأ، في أمر مهم وهو فلتر بيطلع لي عدد مرات تكرار حاجة معينة أنا اللي قايل له عليها. طيب لو أنا قلت مثلا فلتر اختصاره اف اي، تمام، بقول له اد سيلكت اوبجكت، وليكن أنا عايز أسرش مثلا على سي 4، تمام. هو هنا جاب لي كل الحاجات العنصر ده ليه علاقة بيها، يعني هو هنا مثلا بيعرفني نوع العنصر ده إيه، واللير اللي هو موجود عليها، والبوزيشن بتاعه، وكل حاجة. طيب أنا مش هيفرق معايا، أنا عايز في الآخر عايز أفلتر على اسم العمود، فأنا بمسح كل ده كده عن طريق ديليت تكست فاليو، ده الحاجة الوحيدة اللي أنا عايزه الفلتر بيها، وابتدي أمسح الباقيين. تمام، وأقول له أبلاي، بيقول لي حدد المكان اللي أنت عايزني أدور لك على التاج ده فيه، هختار البلان وأقول له أوكي. هو جاب لي إن هما 2. برضو عايز أتأكد أكتر من ام او، هنا هيقول لي إن تكست هما 2 تكست، والكونتنت بتاعه سي تي 04. رابع أمر هو ميرور تكست. لو عندي تكست وحبيت إن أنا أعمل له ميرور، دايما هيظهر معايا بالشكل ده إن الكتابة مقلوبة. تمام. طيب السبب في كده ان انا الميرور تكست عندي مش مظبوط. في امر ميرور تكست، لو انا خليت دي بدل ما هي 1 اخليها 0، تمام، وابتدي ان انا اجرب اعمل ميرور، الكتابه بتاعتي مظبوطه ما فيهاش مشكله.